السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا الأهلي بيستدعي زيزو لعمل الإعلان، طبعا بعد مسح إعلان اتصالات فتشوف بقى إعلان زيزو. إعلان زيزو داخلين على إعلان زيزو بقى، إعلان زيزو. وكمان ممكن تشوف بقى معاه إمام عاشور، تشوف معاه بن شرقي، حاجات كده هنشوفها الأيام اللي جاية. بس هو استدعاه يعني لعمل الإعلان. بس عايز اخواتي وحبايبي الزملكاويه ما تزعلوش، ولا الزمالك يعمل 50 زيزو. وجمهور الزمالك باللمه والتجمع اللي هو عمله على شركه اتصالات، لو احنا فضلنا كده فعلا الزمالك مش هيقدر حد. احنا عارفين الزمالك لولا جمهوره كان الزمالك ده هبط، كان بقى زي الاسماعيلي كده. ما انت شفت الاسماعيلي كان عامل ازاي في ال 2000. ايام بقى كان حسني عبد ربه ولاعيبه الاهلي بركات وعبد الله السعيد واسلام معوض سيد معوض واسلام الشاطر. وكان فين الاسماعيلي كان في ال 2000؟ كان برازيل العرب، وكان بينافس افريقيا ومنافس الدوري وكل حاجه. شايفين اهو. طبعا احنا بنتمنى كده انه ما يهبطش. فطبعا اللي عمل زيزو هيعمل 50 زيزو. هو زيزو قبل ما يجي الزمالك كان فين؟ كان حد يعرفه؟ ما كانش جيرانه في المنيا ما كانش يعرفوه، جيرانه في المنيا ما كانش يعرفوه. لكن لما جه الزمالك نور في الزمالك. بن شرقي لما راح الهلال السعودي وفشل، وراح فرنسا وفشل، وجه الزمالك اتألق وعشان كده رجع الاهلي. ولولا اتألق في الزمالك ما كانش هيجي الاهلي. امام عاشور جه من حرس الحدود على ما حدش كان يعرفه. الزمالك اللي نوره وخلاه احترف ورجع والاهلي جابه. بس هي العيبه في اداره نادي الزمالك ان هي ما عرفتش تستفاد بال6 مليون دولار اللي كانت جايه من نيوم السعودي او من القادسيه او من الشباب السعودي. كنت بعته بالست. لا، ده كان بادئ ب6، يعني انت كنت ممكن يا زمالك توصل العرض ل8. ده العتب بتاع اداره نادي الزمالك في موضوع زيزو، انها ما قدرتش تبيعه. طبعا في بقى بعد طبعا ظهور احمد دياب وطه عزت والرابطه وثروت سويلم والكابتن حلمي طولان. يعني بيدوم درس حلمي طولان يتكلم مع ابراهيم فايق، فرد عليه ثروت سويلم مع هاني حتحوت. رجع طبعا حلمي طولان رد عليه على قناة الزمالك. اسمع بقى قال له ايه. بس انا عايز اعرف يعني مستقوى بمين، وهو اصلا لا رياضي ولا ليه في الكوره ولا ليه في اي حاجه في الدنيا. الكلام ده على احمد دياب، الكلام ده على احمد دياب. يعني برضه هو مين اللي مساويه؟ مين؟ احنا لما موضوع احمد رفعت، وطلع احمد رفعت في التلفزيون وطلع وكيل اعمال وقعدنا قلنا حق احمد رفعت فين؟ محدش اتكلم، محدش لحد الان كده ما شفناش حاجه. تعالى بقى شوف احمد رفعت كان بيقول ايه. اسمع احمد رفعت كان بيقول ايه. لان ربنا كرمه ان هو طلع قبل الشاشه قبل ما يتوفى الله يرحمه. طلع على الشاشه كده بيومين ثلاثه قال كل حاجه. شخص بعينه او اقول شخصين بعد كده كمان فوجئت اسمع. للاسف الناس دي ناس مسؤوله في البلد، ودي حاجه يعني ما تطمنش. ما تطمنش كلامه شخص يبقى مسؤول في البلد وما يبقاش كلامه حريص على مسؤول في مصلحه الكورة؟ البلد. مسؤول في مسؤول الكورة؟ في الكوره ومسؤول في البلد، يعني ناس مسؤوله في البلد ليها كلام احمد رفعت المفروض بيتحقق إن في الكره المصريه. ليها بوزيشن يعني. كلام احمد رفعت بيتحقق في الدور المصري، في الكره المصريه في مصر. هو ده كلام احمد رفعت. شكرا، وما تنسيش اللايك والاشتراك.